القصة ديالنا كتبدا مع هنيري خدام في البياج في طوروط عاطينو غليل طالع عليه الدنيا في راسو. كتوصل ديك الخمسة ديال الصباح كيولي باغي غير يحط الراس وينعس. فهادي كانت هي الفرصة ديال السليتية كيدوز عافطين من البياج باش ما يخلصوش. هنيري كيسالي مع السبعة ديال الصباح كيرومبلاسي واحد اخر ويرجع للدار مسكت الحجرة. مراتو اللي سميتها ديبي كانت خدامة في مليا غير في النار ما كيتلاقاوش. قالت لي عجبك هاد الحياة؟ انا منين ندخل الدار انت تخرج ومنين تخرج انت انا ندخل. مزوجين غير بالورق. حتى سمعوا الدقان في الباب. هنيري مشى حل لقى صاحبو يدك كيدوق. قال لي اش كاينه صاحبي؟ قال لي مرات كاينه في الدار. قال لي راه كاينه. قال لي مزوق انا واحد صاحبي تشوف ضرب شي حاجه ماشي تا ليه من الصباح هو كيتقيا لينا. دخلوا للدار ديبي عطاتو شي مسكينه ديال الالام. يدق قال لي ريني نهار كحل هذا اليوم عندنا ماتش فينال ديال الفايسبول هاو مرض لينا واحد تمشي تلعب معنا انت بلاصتو. قال لي صاحبي راه يلاه جاي من الخدمه باغي غنعس. قال لي راه اذا مشينا ضربنا هاد الفينال غنربحوا فلوس صحيحه والنعاس حلو سؤال غضرب غا شي كاس ديال القهوه في الطريق يتحلوا لك العينين. شاف تعيا وقال لي غنمشي معاكم. لبسوه التوني وتحرك سايق بايديه وبجوج من صحابو. هنيري قال صحابو فين جهه الطريق ديال التيره اللي غنلعبوا فيها. قال لي راه ما بعيدش بزاف غابقى شي الطريق شي نص ساعه وغادي نوصلوا ليها. بقى شي الطريق حتى ايدي. قال لي وقف هنا. حبسوه وهبط هو وصحابو. قال لي هنيري انت بقى هنا بلا ما تسكت الطوموبيله غنمشيو نجيبو غا شي كاسكروطات وغنجيو. تحركوا ضربوا كاكورات وقصدوا البنك كيبراكيوها. هنيري معانيه دور راسو كيشوف فين مشى وكيضرب على الكونتاكت ما كاينش في الطوموبيله. ملاقي لا غير سلوكه ما فهم والو. هما كانوا مخططين يبراكيو البنك وجايبين هيريني غاشي فور. حتى البنك طلق انذار باللي معرضين لمحاوله السرقه. اللوين ديال البنك كان مشى يجيب قهوه مع رجع شاف ثلاثه خارجين من البنك لابسين تونيات ديال الفايسبور وبداو كيجريو هاربوا بين الزناقي. الصقع ديال هنيري في الطوموبيله كيطل من السرجم كيشوفهم جايين. حتى البوليسي كيضرب عليه لابس نفس التوني اللي براكو بها البنك. قال مع راسو غادي يكون معاهم وقف عليه بفردي ديال الكوميساريه. الضباط كيحقوا معاه هو مصدوم بقى غير ساكت وما قال حتى شي كلمه. قدموه للمحكمه تحكم عليه بثلاث سنين ديال الحبس في قضيه السرقه ديال البنك. هو باغي غير يستوب هذا الشيء اللي وقع عليه. مراتو كانت حاضره في الجلسه كتقول في خاطر انا السبب في هذا الشيء اللي وقع عليه. كيسحب لي على ديك الهضره اللي قالت لي مشاو براكو البنك وجلس من الخدمه. داو الحراس الحبس دخلوا الزنزانه لقى فيها واحد الشيباني سميتو ماكس. تعرف عليه قال له باش من نتوما دخلتي؟ قال له براكاج على البنك. ماكس قال له انت اللي كنت محتاج ليك في هذا الحبس. النهار الثاني خرجوا كيفطروا. ماكس كيهضر مع هنيري قال له كاع المساجين كلهم مجرمين كلهم كان عندهم احلام حيت طرا لهم شي اغلاط اللي خلاهم يوصلوا لهذا الحبس. قال له انت شنو كان الحلم ديالك تولي؟ قال له عمره ما كان عندي شي حلم. قال له واش من حياه باغي تعيش معانا؟ من بعد 6 شهور ديبي جات تزور هنيري في الحبس. قالت لي راه عندي لك شي حاجه ما غاديش تعجبك. قال لي غا قولي وقالت لي راني دفعت ورقه الطلاق ولقيت واحد الشاب كيبغيني وغادي نتزوج به. هنيري القلب عنده ميت. قال لي فرحت لك وبغيتك غتكون لي فرحانه. من بعد عام كانوا كاع السجناء كيحترموا ماكس. سولوا على اخر جلسه اللي دات فيها شنو قال لي القاضي. قال لهم غادي نقلب على الدار ونجي نصفيها وغادي نشعل فيها العافيه ونطلق الموسيقى ونبقى نشتاق قدامها. ادخلوا كاع السجناء. قال لهم كنضحك معاكم دازت عاديه. سولوا هنيري امتى عندك الجلسه ديال الاستئناف؟ قال لهم عندي الشهر الجاي. قالوا لي وجهك ما ديال الجرائم باينه فيك بارئ. قال لي راني دخلت لهاد الحبس غا مظلوم. ماكس قال لي دوزتي عام ونص ديال الحبس اتوسخ لك الطوسي وسقات فيك التهمه ديال الحباسه. من بعد ما دازت المده ديال السجن ديالو ل 3 سنين هنيري خرج من الحبس واول حاجه دار قصد الدار ديالو دق حل عليه بوحناك اللي تزوجت به ديبي. قال له السلام. دخل شاف ديبي حامله بقى غير كيشوف. بوحناك دالي المرا وكيتفطح ليه في الدار. كانت بوحناك هو اللي كان جاب لي صاحبو ايديك كيتقيد دار فيه الخير. دخلوا للدار تهجم لي على المرا وداري المرا والدار. قالت لي راه غادي حوايجك كاملين حطيناهم لك في الكراج. مشى هزهم ديبي. قالت لي اش غادي دير دابا؟ ابقى غير ساكت حتى خرج عنده بوحناك. قال لي اش بالك تخدم عندي عساس في الشركه ديالي؟ ابقى غير كيشوف فيه يقول في خاطرو هذا هو السر اللي دار الخير. هز حوايجه وتحرك في حاله وشدها في قلبه. قصد البنك اللي كانت تشد حداها وقال في خاطرو هنا فين ترونات حياتي. حتى دازت واحد الطوموبيله ضرباتو شبكاتو الارض. قال لي منحوس. هبطات اللي كانت سايقه سميتها جولي كتقول واش عندك شي عقل؟ وقف في وسط الطريق وين قتلتك دابا. حتى وقف عليه اللويه اللي كان شدو في هاد البلاصه. قال له انت عاوتاني اش كدير هنا؟ قال له راني غنكون دايز من هنا. هزو دار واحد القهوه وجلس وارتاح. جولي جات لعنده وقالت لي نعيطوا للبوليس. قال لها لا بلاش راني ما بغي خير ما وقع والو. قال لها ما عرفت فين تفك. قالت لي عم عندك ما تشوف فيها شوف غا في الطريق شي نهار غادي يصفي لك شي واحد. تحركات في حالها خرجت من القهوه تحرك الطوارئ حتى كيضرب على واحد الحيط معلقه فيه واحد الجريده فيها اخبار دازت على 80 عام باللي وقعت واحد العمليه السرقه في هذا البنك.
يتابعوا فيها الناس. وهاد البركه تنفذ من النافق تحت البنك وكان كيخرج للمسرح اللي مورا البنك. اصقع بانت ليه الضربه في البنك يبراكيها، قال مع راسو هنا فين ترونت حياتي، هنا فين غنصلحها. اتحرك عند ماكس الحبس الزار وقال لي اول مره كيكون عندي شي حلم، الحلم ديالي دابا هو نسرق البنك اللي ترونت فيه حياتي. وانا ضربت الحبس غافابور وقعت فيا الشمته، غنبراكي البنك كتعود على ديك 3 سنين اللي ضربت في هذا الحبس، وانا بغيتك تعاوني في هذا البراكاج. ماكس قال لي عندك شي خطه لهذا الشيء؟ قال لي عندي خطه خطيره، المهم هو تعاوني انت يا ماكس. قال لي السيمانه الجايه عندي جلسه يقدروا يخرجوني من هذا الحبس. من بعد هنيري مشى للمسرح اللي مورا البنك، دخل يشوف وحدين كيدربوا على شي عرض، حتى كيضرب على الجولي معاهم حتى كتدرب على شي مسرحيه. قالت لهم بغيت نشرب قهوه نقعد نقاد بها المزياج. المخرج روني على قال لي حنا جايين نخدموا ولا جايين نشربوا القهوه، ما تسوقاش ليه. قالت لهم انا غادي. حتى تمشي تشرب قهوه تحركت خارجه بلا هنيري. قالت لي باقي باغي مني؟ قالت لي والو كنت دايز من هنا تحركت بقى على القهوه. قالت لهم واش ما كتوجدي شي عرض بغيت نحضر ليه، باينه فيك خطيره في التمثيل. خدات القهوه ديالو وشكراتو ورجعت للمسرح. من بعد سيمانه ماكس في الجلسه ديالو كان قدام الطالب بالطلاق صراح مشروط. القاضي قال لي قنعني باش نقبل الطلب ديالك. ماكس قال لي واحد بحالي طالب 26 عام في هذا الحبس، دخلت صغير تشرف هنايا، واش كظن شي باني في حالي باقي قادر على شي جرائم؟ اقنع القاضي اللي باقي كيقول مع راسو هاد الشي باينه فيه تابون عند الشيطان. قبل الطلب ديالو وخرج من الحبس لقى هنيري كيتسنى. ماكس قال لي فين خليتي الطوموبيل؟ قال لي راه مشات مع المراه والدار غادي نشدو غا الطوبيس. من هنا ماكس قال لي باش بغيتينا نبراكو هاد البنك على رجلينا. قال لي غازي للدار عندي خطه تاع الطوارئ ديال القهوه، راه الخطه اللي في الجريده اللي معلقه في الحيط. قال لي هادي دازت عليها البراكاج داز عليه 80 عام، باغينا نبراكو بنفس الطريقه، واش عندك شي عقل؟ هاد البنك ما غاديش يكونوا بدلوا البلاصه ديال الخزنه من بعد داك البراكاج، والوقت طورات كاينين كاميرات. قال لي ما عرفتش غدير. قال لي غادي نقتحموها بالسلاحات من الباب، نقداو الغراضات ونهربوا. يعني قال لي ما غادي نخدموا لا سلاحات لا موس، ما بغينا ناديو حتى شي واحد. قال لي باش بغيتينا ندخلوا بيدينا يا الصقع يا مسخوط الوالدين. قال لي عرفتي اش غدير؟ يلا نمشيو للبنك نشوفوا واش الخزنه باقا بلاصتها ولا حاولوها. تحركوا دخلوا للبنك. الحارس مع شاف هنيري قال مع راسو باقي كيدير هذا في هذا البنك. تحرسوا وجلسوا مع المستعد ديال مدير البنك. ماكس قال لي راه باغينا نفتحوا حساب معاكم. قدم لي انواع ديال الحسابات. ماكس كان ذكي بلا ما يخليه يحس بشي حاجه، وعرفوا منه بلي الخزنه باقا بلاصتها ما حولوهاش. قال لي غادي نشوفوا اين حساب غادي يناسبنا وغادي نرجعوا عندك. الحارس كان راد معاهم البارح، حسبهم كيخطوا لشي حطه. مشاو للمسرح وقفوا فوق البلاصه اللي فيها النفق. هنيري قال الخزنه كاينه في شي بلاصه هنايا، والنفق اللي كاين تحت كيسالي هنا في هذا المسرح. حتى دخلت عليهم جولي شافت هنيري قالت له واش كدير هنايا؟ ماكس قال له راني جبت هنيري لهنايا نعاود ليه على الايام الزينه اللي ديزت في هذا المسرح اللي مثلت فيه فوق الخشبه لسنوات. ما عندكمش شي مشكل خلينا ندخلوا. قالت لي تقدر تدخل طلعت خشبه. ماكس كيقول لهنيري هيك وكانت تدويت الخشبه دويك قلت لك شحال دوزت عليها. قالت لي شمن معور درتي في هذا المسرح؟ قال لي شي اسماء ما كاينينش. قلت لي ما عرفت. قال لي طبيعه الحال ما غتعرفيش، داك الزمان ماشي هو هذا الزمن اللي ولات فيه التكنولوجيا قادره تعرف بها كلشي. قالت لي ما عندكش شي مانع بغيت نزيد ندور فوق هذا المسرح تفكر الذكريات ديالي. قالت لي تقدر تمشي تحرك وخليها مع هنيري اللي سولاتو. وقالت لي راه واش هذا بوك؟ قال له واحد صاحبي معرفه قديمه. ماكس تحرك بيه واحد كيدور فيه في المسرح. قال له واحد الغرفه هنايا كنا كنشربوا فيها قبل ما نطلعوا للخشبه، نسيت فين كان. قال لي حنايا حدانا راه ردينا غرفه ديال تبديل الملابس. دخلوا قال له راه اصلا راه كاين واحد النفق مورا هذا الحي كانوا سدوه. ماكس بقى كيضرب في الحيط باش يعرف فين جا هذا النفق باش ما يعيقش بيه. كيقول لها حل ما نقص عرف في هذه الغرفه. جولي مع هنيري قالت لي شنو هي خدمتك؟ قال لي انا ما خدامش يلا خرجت من الحبس. قالت لي صفيت لشي واحد. قال لي ما دير والو قصه طويله من بعد ونشرحها ليك. دار معايا تعشى اليوم على برا. جا عنده ماكس رجعوا للدار. ماكس قالوا لنا النفق كاين في الغرفه ديال تغيير الملابس، خاصنا نسيطروا على ديك الغرفه. والمشكل الكبير هي النفق سدينو بالتراب. ملي غادي نحفروا فين غادي نديروا داك التراب؟ قالوا الخزنه. قالوا حنا بعدا وصلنا للخزنه الا ما حيدناش داك التراب ما غاديش نزولوها. يعني قال له خلينا من هادشي. من بعد كي جاتني اللبسه قال لي جاتك ناضيه. مشى للريستو بقى كيتسنى حتى جات عنده. قالت له شنو تاكل؟ قال لي عجبك خذي ليا. بقى كتعاود لي باللي باغا تولي ممثله كبيره وتدخل السينما ديال هوليوود. جلسوا كيتعشوا من بعد خرجوا كيتمشوا. هنيري عاود ليها كيفاش غيدخل الحبس. وقال لي راني باغي نسرق داك البنك اللي مور المسرح. دخلت للحبس ما داير والو، باغي نعوض ديك المده ديال الحبس اللي ضربت فابور. وكاين داك النفق مور داك المسرح ملي غنبراكو البنك. قالت لي لا ما عندكش شي مانع بغينا نخرجوا من داك المسرح. قالت لي واش غادي تعاونيني؟ قال لي غادي نعاونك. كتبان بلي تعطات فيك كما تعطات فيها هو. من بعد مشاو للدار كملوا القصاره ديالهم. النهار الثاني هنيري دع مع جوي الدار اللي كاري. ماكس كان في الطواليت سمعوا دخل قال له راني لقيت فين غادي نديروا داك
التراب اللي غادي نحطوه فوق السطح ديال المسرح حتى خرج من الطواليت تفجوا ليه. خوالي ركابي قال له ما تخافش راني عاودت لك كلشي. اجرو دا قال له واش عندك شي عقل اللي لقيتيه غادي تعاود ليه بلا اننا غنمشيو نسرقوا البنك، تيجيو يزورونا انا وياك. من هنا قال لي غادي نكون هاني عادي على حسابي. قلتو كياكلوا الطواليت. سولات ماكس قالت لي راه قال لي صاحبك علاش كنتي في الحبس اش من مده درتي؟ قال لي راني صفيتها شحال ديال الاعداء ملي كانت عندي الصحه. قال لها ما خايف تشدو. ماكس قال لها الحبس ولا عندي فحال داري. هنيري قال لها ما عندي مناش الخاف الحبس راني مدوزو، انت ما عنديش الهم تشد مره اخرى. من بعد ما سالوا الماكله قالت لهم غادي نمشي للمسرح. ماكس قال لها دينا معاك نبقاو غنتسخروا لكم، لا خاصتكم شي حاجه قالت لهم يلا تحركوا معايا تفرجوا في التدريب. ماكس قال لي هاني راه خاصنا نبداو الحفير في داك الغرفه. قال لي شنو غنديروا مع داك الممثل اللي كل ساعه داخل الغرفه ديال تبديل الملابس؟ قال لي راه لغيت واحد الفكره انا غادي نصدرو انت غادي تاخذ الدور ديالو تمثلو. وقال لي هكا غادي نسيطروا على ديك الغرفه باش نبداو الحفير. هاني قال له كي غادير تسطروا؟ قال لي ماشي شغلك انت غوجد راسك غدا تاخذ الدور. انا الممثل ديالي اللي كان واخد الدور ديال البطل كان المخرج هنا قال لي انا مستعد لهاد المسرحيه. قدم لي واحد المخرج كبير نمثل فيلم سينمائي ديالو اتحرك في حاله. ماكس كان ولي يسترجوا ليه مع ساعه الاخبار قاعد تيشوف المسرحيه ديالو غادي تلغى. اتحرك تقلب على شي ممثل تتبع ماكس. قال لي راه عندي واحد ممثل راه كاين واحد هنيري يلعب لك الدور عنده موهبه. وقال لي راه حنا اصلا محتاجين نسيطروا على ديك الغرفه ديال تبديل الملابس. قالت لي اذا انت اللي صدرتيها؟ قال الممثل. قال لي راه واه. قال لي راه ملي غادي نزوروا داك البنك وما كندرتش هكا. من بعد هنيري قدام العرض قدام المخرج وعجبو كيفاش لعب. خدا الدور ديال البطل مع الجولي فخدت تسيطر على الغرفه. وبداو ماكس كيريبو في الحيط تيدمو دخلوا النفق لقاو عامر بالرمله. ماكس قال لي ناوي بوحدنا ما غاديش نقدروا على هاد الرمله كامله راه خاصنا شي واحد اخر اللي يعاوننا. هنا قال له كاين واحد قصدو بوحدناك اللي داري المراه والدار والطوموبيل. سولو كي غادي مع الخدمه في الشركه قال له راني خرجت ودرت فايت وليت تخدم لي عليا غادي بي. قال له راه عندنا لك واحد الخدمه غتضرب فيها فلوس صحيحه وعاود تستثمر فيها في شي حاجه. قال له مرحبا من دابا. داو النفق وعاودوا ليه لافير. قال لهم هاد الرمله كامله قال لهم عشت هاد العذاب كامل. قال له يلا نقصدوا الباب بالسلاحات ونبراكوا البنك في 10 دقائق وحنا مهنين. هنيري قال له حنا ما بغينا اديو حتى شي واحد من هنا غنسرقوا البنك وغنبداو الخدمه. ماكس كعمر الخناشي بالرمله وتو كيطلعوا من السطح. هنيري كيتدرب على الدور ديالو في المسرحيه حتى لواحد الليله خارجين من المسرح لقاو قدامو حارس فرانك الويل خدام في البنك اللي غيبراكيو. قال هيريني انت اللي كنت شديتك وضربتي الحبس وخرجتو باقي كدور على هذا البنك. انا عارفكم كتخططوا لشي حاجه باغيين تدخلوا البنك من المسرح ما غاديش نخليكم ديروها. قال له يلا معانا تحرك معاهم بعدوا على المسرح. هنيري قال له جيني من الاخر شنو بغيتي؟ قال له حتى انا شارك معاكم والباي ديالي هنا. قال لي انا 30 عام وانا خدام معاهم ما درت حتى الدار ومراتي كانت من الدار وطلب منهم الكريدي وما عقلوش عليا حتى ماتت. وقال لهم كل شهر كيدي واحد الفارغوك بلاندي كدور على كاع البنوك ديالها كتجمع الفلوس وكتجي تحطهم هنايا في هذا البنك وكتكون الفلوس مجموعه كتوصل حتى ل 100 مليون دولار وغادي تكونوا اكبر مكلخين. دخلتوا لهذا البنك دابا راه خاويه خليوه حتى تعمر وجدوا راسكم وانا غادي نعاونكم. غادي نحبس جهاز انذار والفلوس راه كتدخل نهار 23 في كل شهر وبقات لكم غير 15 يوم وانا مشتاق غادي نكون اخر اليوم ليله في هذه الخدمه ونهار 23. حاولوا ما ديروش شي غلط في الخطه. نهار الثالث جولي كتدرب على الدور ديالها. المخرج قال لي امشي هادشي اللي بغيت منك بين فيك ما عمرك بغيتي شي واحد على التمثيل اللي دار. انا راك عمرك غادي تولي ممثله ترتم ليها المشاعر. تحركت لواحد غرفه وقالت لصاتي كتب كيدخل ليها هنيري كيقول لها مالك على هضرتي؟ قالت لي راه عنده الصح عمري بغيت شي واحد. الجرا قال لي راه كي كتبغيني كما كنبغيك. اصدق ميساج كنخص شخص مناسب في الليل. هنيري خطاو ماكس في الدار سمعوا الدقان في الباب. ماكس قال له ياك ما قلتي شي واحد اخر راه حنا غادي نبراكو البنك. قال له لا امشي حل. قالت شوف لقيت جو جايب معاه ايدي اللي كان سبب ودخل الحبس. جو كان سكران عاود الايدي علاش كانوا كيخطوا ايدي دخل قال لهم حتى انا معكم شريك. ماكس كان ليه شكون هذا غنقسم لبو الراس ديالو. هنيري شدو قال لي غا برد ايدي قال لهم راني عارف كل شيء يا تدخلوني معاكم يا تمشيو للحبس. هنيري قال ماكس ندخلوه معنا راه كان واحد صاحبي قديم. النهار التالي جولي وهنيري تحركوا وماكس للمسرح تلقوا عليه معلق فيه بالعرض ديال المسرح. بقات لي غا شي ايامات دخلوا مكملين الحفير ومبرزتهم الوقت ديال العرض. هنيري قال ماكس محال واش نبراكيو هاد البنك. قال له غادي نزيدوا في الريتم ديال الخدمه باش نساليو نهار 22. هنيري قال لهم ملي غادي نبراكيو هاد البنك غادي نهرب وانا ما باغيش نبعد على جولي.
ماكس نق عليه قال له كنت هاني في الحبس، انت اللي خرجتيني نعاونك، انا خرجت دابا خاصني نسرق البنك ولا غادي ندير شي جريمه ونرجع انا وياك للحبس. قال له صاحبي غادي نكمل معاك في الليل. هاني تحرك عند جولي للدار ديالها، قال لي راه حنا غادي نبراكيو البنك، ونهار العرض ديال المسرحيه ديالنا غادي نهرب لكاليفورنيا، اتبعيني نعيش انا وياك تماك وكملي في التمثيل ديالك. رونتي عليه وقالت لي ملي عرفت راسك غادي تهرب علاش خليتيني نتعلق بيه، فهمت دابا درتيني طريق باش دوز لداك البنك، ما عندي فين غادي نتبعك من اليوم، انت في الطريق وانا في الطريق، سير داك البنك وبراكيها. اجريت عليه من الدار حتى وصل النهار ديال العرض المسرحيه. ماكس وهنري وجدو يدخلوا للمسرح، المخرج كان مع الممثلين كل اليوم نهار ديالكم اليوم بداو فوق الخشبه. في نفس اللحظه الفارغو بلاندي وصلت للبنك، خوات كاع الفلوس تحركات. فرانك كان موجه دراسو صافت ميساج لماكس باللي يقدروا يدخلوا للبنك. بدا العرض ديال المسرحيه، هنري كان في تماك فرصه يمشي يطلع على صحابو في النفق. فين وصلوا ماكس قالوا راه فرانك علمنا باللي تعطل الجهاز الانترنت، لقاهم كيريبوا السقف ودابو جابوا الخزنه باش يليمو. رجع يكمل العرض ماكس واللي معاه طلعوا الخزنه جمعوا كاع الفلوس. مرة في السكان خرجوا من النفق. ايدي بغيت يجبد السلاح لماكس وقال له يا تعطيني ديك الفلوس كامله. ادى الطوموبيل غادي نطاقي. ماكس قال له دار عنده، قال ليه هذا كيستغل الفرصه. سير ماكس جبدو تدخل هنري قال له ما مشيش اللي تشري اتفقنا عليه. الجوج الروع عطاه بيديه تتيري بالسلاح، جات القرطاسه لهنري في الرجل. ماكس تري السلاح وجابته في الارض بيدك تخليه يلي، وجات غيبوبه حتى عيطوا لهنري العرض ديالو. قرر يدوز تحرك كاع كيعرج برجليه باش يدوز العرض. ماكس وجوج ايدي كتفوه حطوه في النفق حطوه في النفق تحت الخزنه، وخرجوا كاع الفلوس حطوهم في الطوموبيل. وجات عندهم هنري وتحركوا هاربين حتى هنري قال لهم حبسوا ما فيها والو. حبسوا هنري قال لهم غير هربوا نتوما انا غادي نتبعكم من بعد. ودخلوا تحرك هنري رجع كاع المسرح طلع على الخشبه. كانت جولي كتقدم العرض ديالها، قال لي راني ما غاديش نتفارق معاك، وطلب منها الزواج قدام الجمهور. كان كيصحاب ليهم هادشي من جزء من المسرحيه، ونتعني معاهم كيقولوا لا قبل جولي عرفات باللي كيبغاو وقفات على الزواج. وهنا غتسير القصه ديالنا. كنتمنى تعجبكم.